هو كل عيد بيعدي عليك بيبقى هو نفس العيد. انا مش قصدي نفس العيد، ولكن قصدي ان الحاجات اللي بتعملها هي في كل عيد. مثلا بتصحى، تلبس، تاكل كحك وبسكويت وقرص، وكمان بتزور العيلة وخلاص. لا لا لا، لازم نخلي عيدنا احلى واجمل وارقى ومختلف عن الاخرين. هقولك دلوقتي افكار رهيبة وعملية على فكرة هتغير يومك بالكامل وعيدك برضه. فجاهزين؟ يلا بينا. اول حاجه انك تصنع ذكريات جديده. هتقول لي ايه يا شادي؟ هقول لك ايه يعني ايه اصنع ذكريات جديده. مثلا انت خارج يا عم، هو رايح عند قرايبك، خد معاهم اي صوره، خد الكاميرا بتاعتك او التليفون بتاعك، ذكريات كده. خد صور وذكريات ولقطات، اعمل فيديو صغير انت والعائله. وده بجد هيفرق معاك بعد كده، ويفرق معاك بشكل كبير جدا 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 لما يجي تبص على الفيديو دوت بعد سنين قدام. هتقول لي افرض مسحت، اقول لك افرض رجعت تاني، كمل معايا. وكملت وجيت تبص عليه، هيكون شعور عندك احساس جميل جدا 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 والله العظيم. وايضا جرب حاجة تعملها لأول مرة. جرب مثلا تاكل أكلة جديدة. جرب تعمل حاجة انت مش متعود عليها. روح مكان يا عم جميل وحلو وفيه تفاعل، ولو انت مبتحبش التفاعل روح مكان هادي وحلو وجميل. المهم انك تكسر روتينك، اعمل حاجة جميلة، فرح نفسك وفاجئ حد انت بتحبه. يعني ايه؟ بص يا اخي الكريم، الفرحة الحقيقية انك تفرح حد، تفرح انسان، مش العادية. مش العادية ماشي، مش العادية، مش العادية، لا. انك تفرح حد او حتى انك تاكل بسكويت، لا. الفرحة الحقيقية انك تفرح شخص. فانت بالاصح لازما تفرح شخص. اسأل عمي عن صديقك اللي انت بتسألش عليه بقالك سنين. اسألي عن صديقتك واختك اللي انت بتسأليش عليها بقالك شهور ورمياها برا الدرج. وما تنسوش يا اصدقائي واخواتي، اقول لك على سر، تعالى، انكم تصلوا الارحام. ليه؟ لانه بيزود من عمركم، والله العظيم. صلة الأرحام بيزود من عمرك، وده مش كلامي، ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام، صلوا عليه. بيزود من عمرك حتى لو هما متخانقين معاك. يعني خليك انت اللي تصالح معاهم حتى لو مردوش عليك. انت عملت اللي عليك، والغلط هيكون مع عنهم هما، واكيد هيرد عليك، ولكن ابدأ انت بالتصالح. دايما ابدأ بالتصالح وفرح أصدقائك وأحبابك يا صديقي. وما تنساش إنك تشارك العيد مع ناسك وحبايبك. اشتري حاجة كده صغيرة جميلة، مثلا توزعها على الأطفال أو الناس اللي ظروفها صعبة، لأن ده بجد يا صديقي أو يا صديقتي أو يا أخي الكريم هيعطيك يعني طاقة إيجابية كده من جواك. أنت عملت حاجة جميلة جدا، فرحت نفسك يعني. دي برضو فرحة جميلة وفرحة حقيقية، أحسن من العادية إنك تجيب حاجة وتوزعها على الأطفال أو عن الناس اللي ظروفها صعبة. ده بجد حاجة تفرحك جدا من جواك. وأخيرا يا صديقي ويا صديقتي ويا إخوتي الأعزاء، قولوا لي إيه أكتر حاجة ناويين تعملوها في العيد دوت في التعليقات. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ولايك جميل منك وكومنت حلو، وشارك الفيديو مع أصحابك عشان ينتشر أكبر وأكبر، ونكون عيلة جميلة جدا بالتفاؤل ومليئة بالتفاؤل والحب والأمل. وفي النهاية ما تنساش صلوا على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وكل عيد وإحنا بألف خير وصحة وعافية وسعادة. السلام عليكم.